السلام عليكم. تصريح خطير من بيرسيتاو يكشف حقيقة انتقاله رسميا لنادي الزمالك، ويفاجئ الأهلي بتصريح تاريخي ويبكي الجميع بسبب ابنه الصغير. شاهد ماذا قال. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أشارت بعض التقارير من داخل جنوب أفريقيا أن الزمالك يريد انتقال اللاعب الجنوب أفريقي بيرسيتاو إلى صفوفه رسميا. وسأل صحفي جنوب أفريقي في قناة سبورت 2 وقال: هل ستذهب إلى نادي الزمالك أم لا؟ قال بيرسيتاو: بالفعل الزمالك يريد انتقالي إليه، وعرض علي أموال أكثر بكثير مما أتحصل عليه داخل النادي الأهلي. وقال لي وكيلي إنني سأقوم بحملة إعلانية سيكون دخلها لي لوحده، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من المكافآت داخل العقد. ولكن أنا صراحة رفضت عرض الزمالك تماما، لأنني لا أريد اللعب في مصر سوى للنادي الأهلي فقط. فأنا أتيت من بلجيكا خصيصا لكي ألعب في النادي الأهلي، وفزت مع الأهلي بالعديد من البطولات الأفريقية والمحلية، وشاركت في كأس العالم للأندية. فأنا حاليا أمر بفترة سيئة جدا مع النادي بسبب تعب ابني الصغير. فأنا لدي ابني يعاني من مرض نادر، وده بيأثر على نفسيتي وعلى مستواي كثيرا في هذه الأيام، وجعل مستواي متذبذب إلى حد كبير. وأرجو من كل جماهير النادي الأهلي أن تدعو لنجلي بالشفاء العاجل، وإني ألعب بشكل أساسي في الآونة الأخيرة. أنا ما بلعبش فعلا، وأعلم جيدا أن معظم جماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي تريد التخلي عني، وده مؤثر جامد على نفسيتي بسبب ابني. أنا ما بحبش أن أكون موظف، أنا أحب أن أكون عنصر فعال في انتصارات النادي الأهلي. الأهلي هو النادي الوحيد داخل قارة إفريقيا الذي أتمنى الاستمرار في صفوفه، على عكس الزمالك الذي فيه بعض الاضطرابات الكثيرة سواء كانت مادية أو فنية. من الجنون أن ترحل عن النادي الأهلي وتذهب إلى الغريم الأقل فنيا وماديا، مثل ما فعل بعض النجوم اللي ذهبوا للأموال الطائلة في بيراميدز زي رمضان صبحي، وقبل كده كان عبد الله السعيد اللي انتقل مؤخرا لنادي الزمالك. أنا لن أفعل مثلهم أبدا، سأظل في الأهلي إذا أرادت الإدارة ومارسيل كولر وجودي، وأعلم أن مستواي أقل بكثير مما أتيت به، وده غصب عني أكيد بسبب مرض ابني الذي يعاني منه. عنده مرض نادر جدا بيعاني منه. أنا أتمنى من كل الجماهير أن تدعو لابني بالشفاء العاجل، وأن تستقر الأمور أكثر من ذلك، وأن أستمر داخل جدران النادي الأهلي الذي